اهي. هاتي يا حبيبتي الله يصلح حالك. يا 200 جنيه دي مالها قديمه كده ليه؟ مش مهم هتتصرف. اما اقوم انا عشان الحق اجيب الطلبات اللي انا عايزاها والحاجات. عايزه حاجه تكوني عايزه حاجه من بره. والله مش مسامحاكي، لو عايزه حاجه من بره قولي لي وانا اجيبها لك. ماشي يا حبيبتي. والله انا جايه لك وعارفه ان انت اميره وست القمر ومش هترفضي لي طلب ان شاء الله. كنت عايزه منك 1000 جنيه سلف. انت عارفه الواد ابني تعب في نص الشهر واشعه وتحاليل بقى، وانت عارفه المصاريف بتاعت الدكاتره. انا اول مره اروح لحد، اول مره استلف من حد، اول مره اخبط على باب حد واقول له انا عايزه فلوس وكده. فانت عارفه يوم واحد في الشهر اقبض، مش هدخل البيت، هاجي من القبض على عندك على طول اديك ال1000 جنيه بتاعتك. انت يعني انا عارفه انت مش هتاخري عليا حبيبتي. لو على اول الشهر بس يبقى محلوله باذن الله. بصي وانا زي حالاتك كده برضو والله بنزق الشهر بالعافيه، دروس والعيال والمصاريف وبتاع، وبنزق الشهر بالعافيه. بس انا اخويا شايل معايا فلوس جوه بتاعه توضيب الشقه بتاعته، فانا هجيب لك منها ال1000 جنيه، وزي ما انت بتقولي كده على اول الشهر هتقبضي وهتجيبي ال1000 جنيه خلاص، وربنا يحلها بقى من عنده. بس بالله عليكي ما تتاخري عليا، هي اول الشهر يبقى اول الشهر، عشان برضو ايه نحط للراجل فلوسه، عشان اذا كان هيعمل بيها مصلحه في شقته ولا حاجه. اتفضلي يا حبيبتي ال1000 جنيه اهي. هاتي يا حبيبتي الله يصلح حالك. يا 200 جنيه دي مالها قديمه كده ليه؟ مش مهم هتتصرف. اما اقوم انا عشان الحق اجيب الطلبات اللي انا عايزاها والحاجات. عايزه حاجه تكوني عايزه حاجه من بره. والله مش مسامحاكي، لو عايزه حاجه من بره قولي لي وانا اجيبها لك. ماشي يا حبيبتي. اول الشهر اظبطي عليها كل التواريخ وكل الساعات اللي في الدنيا. بنتي حنين ام عبير نزل عماله ارن عليها بقالي 10 ايام ما بتردش. هي اكيد عارفه بقى ان ده رقم تليفوني فما بتردش. روح هاتي لي تليفونك كده وتعالي هرن عليها. عليا انا. هاتي يا ماما. جرس اهو. الو، ازيك يا ام عبير عامله ايه؟ الحمد لله. امال برن عليكي على كده ما بترديش عليا ليه؟ تعبانه؟ لا الف سلامه حبيبتي عليكي، اجيلك الف سلامه. يا حبيبتي، لا انا كده ممكن اجيلك عشان اخد ال1000 جنيه بالمره عشان الراجل عايز فلوسه. ما انا ما معيش اسدها مكانك، انت قايله لي على اول الشهر. طب لما انت عايزه يومين كمان يا ام عبير ما بترديش على التليفون ليه؟ ليه تخليني اقعد 10 ايام ارن عليكي كل يوم، ارن عليكي بالمره ومرتين وما بترديش عليا ليه؟ ده اخره المعروف. انا استاهل يا ام عبير، انا استاهل، والمشكله دي انا اللي وقعت نفسي فيها وانا اللي هحلها يا ام عبير. يومين كمان بس؟ ماشي حاضر معاكي يومين كمان لما اشوف انا اخرتها ايه. ماشي يا ام عبير. بس حبيبتي لما اتصل بيكي بعد كده ابقي ردي عليا. عيب لما ايوه المسلسل ده يا بنتي خلينا متابعاه. يوه ما كانتش 1000 جنيه دي خدناها منك، كل شويه ترني وقرفاني. خليكي بقى رني لما تبقى معايا ابقى اوديها لك.